حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال: دعوة لا ترد. فجاء أعرابي رجل من البادية فشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف النبي ولم يقل لهم هذا الدعاء. يقول سعد: فتبعته، أي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يسمع الدعاء هذا، يقول حتى كاد أن يدخل بيته ولا يستطيع أن يناديه، ما يستطيع ينادي الرسول: يا رسول الله، أو انتظرني، أو كذا، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فصرت أضرب بقدمي الأرض، يعني أسمع النبي أنا أمشي وراك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا إسحاق؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما لك؟ يعني ليش تضرب برجليك الأرض؟ ما لك؟ قال: قلت لنا دعاء لا يرد، ثم جاءك الأعراب وشغلك عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هي دعوة أخي ذي النون لما كان في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها أحد فرد.